جسمك شغال كل ثانية، مليارات العمليات بتحصل من غير ما تحس بيها، عضلات بتتحرك والدم بيجري والمخ بيشتغل، كل ده بيحصل بدون توقف. اللي مخلي كل ده يحصل أصغر وحدة في جسمك، وحدة صغيرة جدا لكنها أعظم من أي حاجة ممكن تتخيلها، الخلية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة من سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة هحكي لكم قصة الخلية وإزاي كل جزء فيها شغال بإتقان وكل خطوة ليها دور في استمرار الحياة، وهنشوف كمان إيه اللي ممكن يحصل لو أي خطوة من الخطوات دي فشلت. الخلية مش لوحدها، هي جزء من شبكة ضخمة، كل خلية عارفة إيه اللي بيحصل حواليها عن طريق رسائل كيميائية دقيقة، هرمونات، بروتينات، مواد صغيرة بتنتقل من خلية للتانية. يعني لو نسيج محتاج نمو تبتدي الخلايا اللي حواليه تبعت إشارات تحفز الانقسام، ولو في ضرر في الإشارات بتوقف النشاط وتبتدي عملية الإصلاح. لو التواصل ده ما حصلش الخلايا هتشتغل بعيد عن بعضها، فالأنسجة مش هتعرف تتجدد بشكل صحيح، وبالتالي الأخطاء هتتراكم، وفي أسوأ الحالات ممكن يحصل نمو غير منضبط ممكن يسبب السرطان لا قدر الله أو فشل في الأنسجة. أما بالنسبة للدي إن إيه، الكتاب اللي فيه تعليمات كل العمليات اللي بتقوم بيها الخلية، هو اللي بيحدد شكلها ووظيفتها، مراحل الانقسام، وكمان طرق الإصلاح وحتى حدود عمرها. لو في خلل الخلية بترجع للدي إن إيه عشان تصلح نفسها، وكمان هو اللي بيقرر إمتى الخلية تموت بشكل منظم. الخلية طول الوقت معرضة لأخطاء طبيعية، بروتينات تالفة، أخطاء في نسخ الدي إن إيه، أضرار من البيئة، لكن في آليات إصلاح دقيقة جدا تبتدي تكتشف المشكلة، تفك المكونات التالفة دي وتحاول إن هي تصلح الأخطاء اللي موجودة فيها، وتتأكد إن كل حاجة شغالة قبل ما تكمل وظيفتها بشكل طبيعي. لو ما حصلش كده هتفضل الأخطاء دي موجودة، والبروتينات والدي إن إيه هيزيد التلف بتاعهم، وده ممكن يسبب خلل كامل في الخلية وينتقل الضرر للأنسجة وللجسم بصفة عامة. أما بالنسبة للانقسام والتجدد فالخلية عندها القدرة على الانقسام والتجدد، وده اللي بيخلي الجسم ينمو ويكبر. الانقسام بيحصل بمراحل دقيقة جدا، من تحضير لعملية الانقسام للانقسام نفسه، وبعد كده التأكد من وجود النسخ الصحيحة للدي إن إيه جوه الخلايا الجديدة. لو الانقسام ده ما حصلش الأنسجة هتضعف، لأن الضغط عليها هيبقى عالي، فالنمو هيتوقف، وكمان الوظائف الحيوية هتتأثر بشكل خطير. وده هيوصلنا بعد كده لحاجة مهمة جدا اسمها الموت المبرمج للخلية. الموت المبرمج مش انهيار مفاجئ، ده نظام دقيق جدا، إشارات داخلية إن الخلية بتبتدي تراقب نفسها عن طريق الدي إن إيه. لو حصل واكتشفت إنها وصلت لنهاية عمرها الوظيفي أو حصل خلل، بتبتدي عملية الموت المبرمج. خلايا تانية موجودة حواليها أو البيئة المحيطة بتبتدي تبعت مواد كيميائية للخلية دي تنبهها إن حان وقت النهاية، فالخلية تبتدي تقلل نشاطها تدريجيا، تفك مكوناتها واحدة واحدة كده بشكل منظم. البقايا دي كلها بقى بتتجمع وتبتدي تتخلص منها الخلية بشكل كامل. الموت المبرمج مهم جدا عشان يحافظ على التوازن في الجسم، انه يتخلص من الخلايا التالفة قبل ما تسبب اي مشاكل، وكمان يتحكم في نمو الانسجة. ولو ما حصلش الخلايا التالفة دي هتفضل عايشة، ممكن تكبر وتستمر في الانقسام، وده يؤدي لتراكم خلايا غير سليمة ونمو غير طبيعي، اورام، مشاكل في الانسجة، وحتى فشل في الوظائف الحيوية للجسم على المدى الطويل. وده بيبين قد ايه الموت المبرمج مش حاجة اختيارية، ده نظام اساسي بيحافظ على التوازن والسلامة الداخلية للجسم كله. كل اللي احنا اتكلمنا فيه عن الخلية دي عبارة عن سلسلة من الخطوات المترابطة، من تواصل كيميائي بيضمن انسجام بين الخلايا، للدي ان ايه بيدي التعليمات الدقيقة، لعملية إصلاح مستمر عشان تحافظ على صحة الخلية، لانقسام وتجديد عشان تحافظ على النمو واستمرار الحياة، للموت المبرمج اللي بيحفظ التوازن وبيمنع تراكم الخلايا الغير سليمة. من غير أي خطوة من دول النظام ده كله ممكن ينهار والحياة نفسها هتتأثر. الخلية مش مجرد معلومة علمية، هي السر الحقيقي للحياة. مليارات الخلايا شغالة بصمت، كل واحدة عارفة دورها عشان الحياة تكمل. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.